وازاي الذكاء الاصطناعي بيشوف الصور؟ هل فعلا بيفهمها؟ اول حاجه لازم تعرفها ان الكمبيوتر ما بيشوفش الصوره زينا. الصوره بالنسبه له عباره عن مصفوفه او جدول ضخم جدا من الارقام. الصوره بتتقسم لملايين البكسلات، كل بكسل بيتكون من 3 ارقام بتعبر عن شفره الار جي بي، يعني احمر واخضر وازرق. والارقام دي بتتكون من 0 ل 255، ومن خلال دمج القيم دي بيتحدد لون كل نقطه في الصوره. واثناء التدريب الذكاء الاصطناعي بيمرر خوارزميات اسمها الشبكات الالتفافيه، والخوارزميات دي بتمشي على جدول الارقام ده، ولما تلاحظ تغير مفاجئ في قيم بين بيكسل والتاني بتفهم فورا اللي فيه خط او حرف او زاويه. الاول هو ما يعرفش الاشكال دي ايه، بس مع ملايين الصور تبدا الطبقات الاعمق في النموذج تدمج الخطوط والزوايا دي مع بعض وتكتشف الانماط المعقده اللي بتتكرر زي الملامح مثلا. ومع الوقت هو ما بيحفظش الصور، هو بيتعلم الانماط وبيعتمد على الحسابات والاحتمالات. لما بيشوف صوره جديده بيقارن الانماط الرقميه اللي فيها باللي اتعلمه، يحدد اقرب حاجه ليها بنسبه دقه معينه. طب والصور اللي الذكاء الاصطناعي بينشئها؟ هو ما بيجيبش صوره من على النت جاهزه ويعدلها، لكنه بيستخدم حاجه اسمها نماذج الانتشار، وبيبدا من لوحه مليانه تشويش عشوائي، وبناء على الوصف اللي كتبته يبدا يصفي ويزيل التشويش ده تدريجي لحد ما البكسلات تتجمع وتظهر صوره جديده تماما. يعني سواء كان بيحلل صور او بينشئها، ففي الحالتين هو بيتعامل مع ارقام وانماط وبكسلات واحتمالات. وده ببساطه طريقه تعامل الذكاء الاصطناعي مع الصور. وصلى على النبي.